السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ معانا النهاردة سندوتشات بطريقة سهلة وبسيطة عشان ما نخشش في الحر اللي احنا فيه دوت في المطبخ. معانا عيش سوري، آه، ومعانا الفراخ متقطعة بحجم صغير بانيه، معانا بطاطس محمرة، معانا جبنة انا عاملاها في البيت وهقول لكم الطريقة ان شاء الله مدخنة، معانا الخيار المخلل. هنبتدي نحط معلقة من الجبنة المدخنة، ودي طبعا حسب الرغبة، لو انت عايزة تحطي اي جبن تانية، ميكس رومي موزاريلا اللي انت حباه. شوية بطاطس محمرة، قطعة من الفراخ، وهنحط شريحتين خيار مخلل برضه عشان ما يبقاش الساندوتش ايه حادق الجبنة والخيار وكده. هنبتدي نلفه، نطبقه من الجنبين ونبتدي نلف الساندوتش بالطريقة دي. هنعمل واحد كمان، هناخد برضو حبة من الجبنة دي على فكرة يعني طريقتها سهلة جدا جدا، ومن بره بنجيبها مكلفة. انا هبقى اقول لكم في مرة ازاي نعمل الجبن بالاطعام في البيت ومن غير ما تكون تكلفتها عالية. زي ما انتم شايفين كده حطينا برضو البطاطس مع قطع الفراخ مع قطعتين من الخيار المخلل، وهنلف الساندوتش هنتنيه من الجنبين كده من الحرف، نفس طريقة لف ورق العنب تقريبا، يعني مشابهة ليها. طرق بسيطة وسهلة ومتخليش ست البيت تقف وقت طويل قدام البوتاجاز في الحر اللي احنا فيه ده، وفي نفس الوقت الاكلات ديت الاطفال بيحبوها والكبار، يعني الاكلات السريعة الوجبات السريعة ديت احنا كلنا بنفضلها، وخصوصا في الحر اللي احنا فيه ده. لحد ما نخلص الكمية كلها. قطع الفراخ ديت يعني ده نص كيلو من البانيه، يعني مش كيلو على بعضه، فلو حبيتي ان انتي تحطيه تقطعيه شرايح طويلة شرايح صغنططة اللي انتي حباه، يعني هتوفر معاكي جامد. النص كيلو هيعمل كمية حلوة محترمة. زي ما انتم شايفين كده خلصنا الكمية كلها، ويا رب تكون بسطت عليكم وقفة المطبخ في الحر اللي احنا فيه دوت، واكون قدرت اوصل لكم معلومة وطريقة مبسطة لست البيت.